هو تريزيجيه كان حلو ولا وحش قدام إيران؟ أنا هوريك لقطات وأنت احكم بنفسك. مبدئيا دور تريزيجيه الدفاعي كان مراقبة الظهير بتاع إيران اللاعب رقم 23، ولكن كان بيجي لحظات على تريزيجيه بينسى الراجل ده تماما. لما كان بيحس إن الكرة هتتقطع كان بيجري علشان يبتدي هو الهجمة المرتدة، واعتقد ان دي تعليمات من كابتن حسام حسن، وده كان بيخلي فتوح دايما في موقف 2 على 1. وحتى لما الكرة كانت بتيجي لتريزيجيه علشان يشتغل الكرة المرتدة كان طبيعي انه يبقى اكثر سرعة، يلعب مثلا في الكرة دي مع زيكو او مع محمود صابر، ولكن دايما كان عنده سنة كده زيادة بتعطل الهجمة وبتدي فرصة لدفاع ايران ان هو يرجع. وبالتالي بدل ما كان الموقف ان صلاح قدامه مساحه ممكن يلعب له كره طويله وامام فاضي، لا، السنه الزياده دي خلت دفاع ايران يرجع والهجمه تموت. تريزيجيه الموقف 2 على 2 ما اخترعش، لعب كوره وراح المنتخب مدور الملعب، وبعد كده عمل التكمله جوه ال 18 كان ممكن يسجل هدف، وده ادى في الاخر ان محمود صابر سجل الهدف. شوف برضو مشكله الرقابه الدفاعيه، ازاي الظهير بتاع ايران بيهرب من ظهر تريزيجيه اللي بيندفع وبيقرر يضغط على راجل مش بتاعه تماما، وده بيطلع فتوح من مكانه، وبالتالي بعديه بيطلع منعم من مكانه، ولكن الهجمه اتلحقت قبل ما تشكل خطوره. ودي كرة مرتدة تانية، بدل ما تريزيجيه يحاول يقف عليها ويطلع صلاح وإمام اللي في موقف 2 على 1 وكانت هتبقى كرة خطيرة جدا، إلا إن تريزيجيه قرر يدخل سباق سرعة مع لعيب أسرع وأقوى منه، وبالتالي ضاعت الهجمة ودي كرة الهدف. هنلاحظ إن تريزيجيه شاف المان بتاعه، قال لفتوح خش جوه أنا هنزل أراقب الراجل، وإحنا ساعتها كمان كنا بنلعب ناقصين لأن منعم كان مصاب. وبعدين برضو لما حس إن الكرة هتتقطع ابتدى ينطلق لقدام علشان يقود الهجمة المرتدة، وده خلى إن فتوح عليه 2 لعيبة، واللي سجل الهدف اللعيب رقم 23 اللي هو مسؤولية تريزيجيه، اللي تريزيجيه في الآخر كان راجع لأنه عارف إن اللعيب ده بتاعه ولكن كان فات الميعاد. فاكر كرة الهدف لما قلت لك إن تريزيجيه لعب بسرعة وغيرنا ملعب؟ بص هنا تريزيجيه وجاي له فتوح فاتح دراعاته الاتنين وبيقول له العب لي، ومعاك كمان إمام وصلاح فاضيين، ممكن إمام ياخد الكرة ويعمل خطورة، إلا إن تريزيجيه قرر يدخل لوحده في وسط 4 لعيبة وتتحول الكرة من هجمة خطيرة لضربة ركنية. الحقيقة إن تريزيجيه كان دوره الأبرز الدور الدفاعي. شوف هنا وهو سايب مكانه على الجناح وداخل لقلب الملعب علشان يغطي في كرة هي بعيدة تماما عن أدواره، ولكن دي الإضافة الحقيقية اللي بيعملها تريزيجيه دفاعيا. وبعد كده شوف معايا اللقطتين دول وهو بقى باك شمال صريح بعد إصابة فتوح، إزاي بيقدر يغطي ويقطع ويطلعنا بالكورة. وحتى في الإنقاذ بتاع ياسر إبراهيم تريزيجيه كان ليه دور في الضغط جوه ال 18، وشوف الروح والحماس بعد ما تم إنقاذ الكورة. قول لي رأيك، تريزيجيه كان مفيد ولا لأ؟ كان معاك محمد ممدوح، وما تنساش اللايك والفولو.